وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف منحط، هو الذي سبب الكوارث البشرية. وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازية الاستغلالية العنصرية الحاكمة. الشعوب الأوروبية لا تريد أن تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد أن يقاتل الجزائر أو تونس، ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظرية الحكومية، نظرية العسف والاستغلال، هذه الدوائر حاقدة جدا وتقود حرب حاقدة ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم إذا وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة، لا يراعى فيكم إلا ولا ذمة. ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا نقليكم على عيوننا على راسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيف لصالحهم. هم استسلمت كتر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصاعصاعين ويدها طويلة، عندئذ يجلسوا معنا على مائدة المفاوضات ويجعل الحدود لمطامحها التوسعية. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. أما تعاون بين قوي وضعيف، احترام بين قوي وضعيف، بين محتاج وغني، لا يمكن يكون. هذه ليست قاعدة أبدا لا نعتمد عليها. كيف يكون تعاون بيننا وبين أوروبا إذا نحن ضعفاء وهم أقوياء؟ هم يريدون لبلادنا العربية أن تبقى سوق استهلاكي يستهلك ويستوعب ما ينتجون هم من نفايات، ويريدوا لنا ألا نكون قوة صناعية حتى لا نصنع الغاز والنفط والزيت والفوسفات لكي يأخذوه هم لمصانعهم ويصنعوه ويبيعوه لنا. هم يبغونا احنا سوق استهلاكي ومنطقة مناورات، ولما تقوم حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار لعلمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات سيتم احتلاله. هذه أمة في خطر. نعم نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن مقاومة. بلا مقاومة لا مستقبل. يجب يجدوا فيكم غلظة ويجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى بأن احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتأتى بالوحدة فورا، بحشد البشر كتف على كتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. أي توجه غير هذا مهلكة، تضييع للوقت وخداع. أي توجه غير توجه الوحدوي الجاد والفوري بدون تردد وبدون خوف هي خيانة للمستقبل للأمة العربية وخيانة للأجيال القادمة. الإسرائيليين الآن يصنعون صواريخ مداها 4000 ميل لكي تصل تونس وتصل الجزائر. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود، وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية ومحيط الخليج، يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. لا تسمع حكاية الكلام مسيرة السلام، خداع، تسجيل على الجماهير. أي مسيرة سلام؟ مسيرة دمار ومذابح في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في ليبيا. مسيرة السلام هي التي تمكن الطائرات الإسرائيلية من الهجوم على مدينة تونس الفلسطينيين في تونس.
الآن يدفن الفلسطينيون الأحياء وهم أحياء في فلسطين اليوم. هذه هي مسيرة السلام، هذه فرغها الانحطاط، ضعف العزيمة العربية. هالجماهير التي رأيتها في ليبيا، في تونس، في الجزائر، هالشباب، هالجيل جديد، هل هو امتداد لجيل الغضب في فلسطين. هذا الجيل جيل الغضب لا يقرها أن يقرها إطلاقا ويرفض هذه السياسات جملة وتفصيلا. جيل الغضب الآن يريد تدمير الحدود وإقامة الوحدة وإقامة القوة ومواجهة التحدي وتحرير فلسطين وبناء الاشتراكية وتوزيع ثروة الوطن العربي على أفراد الشعب العربي. البترول العربي للعرب، تونس ما عندها بترول، ليبيا عندها بترول. غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك للليبي وملك للسوداني وملك لليمني. يجب أن لا تتكرر مأساة سرقة سيدي يوسف. يجب أن لا تتكرر عذابات الشعب الجزائري مرة أخرى. الشعب الجزائري اللي يدك البيض شرب. هذا يتحدى، أمة تتحدى فيكم. يجب أن تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحداها. وش الطاب الراس هناك؟ أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحداها ولو قدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر. نعم.